طيب ركز معايا عشان الفيديو ده انتوا الاثنين طلبتوه امبارح، جمهور اهلي وجمهور زمالك. بعد ما رديت او عملت الفيديو بتاع ميدو وخالد الغندور، الناس قالت طيب انت اتكلمت عن الزمالك بس ما اتكلمتش ان الاهلي بيتجامل، حتى لو قلت ان الاثنين بيتجاملوا، وايه الحلول؟ ركز معاك كويس جدا وانا هديك الزبده في عجاله سريعه. مش عايز حد يكتب لي كومنتات من نص الفيديو بعد اذنك. الكومنت بيبان، اللي بيسمع للاخر بيبان واللي بيسمع من نص الفيديو بيبان، عشان نرد على بعضينا من الاخر. المهم شوف يا سيدي، قبل ما نتناقش لازم تبقى عارف ان الاثنين بيتجاملوا. لو انت بني ادم بتتفرج عليا وشايف انك هتقولي لا الاهلي ما بيتجاملش، لو انت اهلاوي متعصب ولا الزمالك ما بيتجاملش، ما تتفرجش عشان مش عايزين وجع دماغ، عشان انت تبقى انسان مغيب. ده ما اسموش اختلاف اراء. اي واحد مشجع كره في مصر مش شايف ان الفرقتين بيتجاملوا يبقى عنده مشاكل في دماغه. بس بتختلف بايه بقى؟ على حسب مين صوته اعلى، على حسب مين واخد مناصب اعلى. يعني انت الفتره دي حاليا الزمالك هتلاقي مناصبه اعلى بكتير. عندك على سبيل المثال وزير الرياضه نفسه زملكاوي، في وقت من الاوقات كانت المناصب اغلبيتها اهلاويه، فكانت المجاملات لينا احنا شويه بزياده من الاخر. بس المشكله كمان حاليا ان الزمالك بيمتلك اعلى صوت واعلى حنجره في مصر، واحنا شعب يخاف من الصوت العالي من الاخر. فبيطلع راجل شتيمه وجعجعه وهاتك قله ادب ومحدش بيحاسبه رياضيا، عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم في القضاء. لا، القضاء بيحاسبه، القضاء ليه ورق وليه قصه كده وليله ثانيه خالص. لكن انت لما تكون راجل مسؤول في اتحاد الكوره وتلاقي مرتضى منصور دخل كده المبنى بتاع اتحاد الكوره زي ما قلت لك، ومصور واحد وراه بالفيديو ماشي وراه الكاميرا ودخل يقل منكم ويقفش وليد العطار يزعق له قدام الناس وبتاع وهو بيصوره وانتوا ساكتين، فانتوا بتروحوا بيوتكم ازاي؟ بتحطوا عينكم في عين اهاليكم وعيالكم ازاي؟ من الاخر يعني. المهم ايه الحلول يا سيدي؟ مفيش حد تاجله مؤجلات، عشان ما حدش يقول لي طب الاهلي بيتجامل ازاي؟ الاهلي ما بيتجاملش الا في المؤجلات بس. هتقول لي والتحكيم كله بيتجامل في التحكيم. انت التحكيم عايز حد حكم عنده ضمير من الاخر عشان اريحك، لان في حكام عندها ضمير وحكام ذمتها استك. انت في واحد ما انت عارفه ده بتاع رامز جلال ده ما تعرفلوش هو اهلاوي ولا زملكاوي، شويه صفر هنا وشويه صفر هنا، عمل كوارث تحكيميه ومحدش بيحاسبه. فانت التحكيم محتاج حد او ناس عندها ضمير من الاخر. طيب الاهلي بيتجامل في مؤجلات، انت نفس الكلام بتتجامل زي تحكيم ومؤجلات، وعندك شتيمه وجعجعه وعقوبات انا بتحاسب غيرها. ازاي اسلام انت عقوبه كهربا الراجل عمل استئناف وهو يلعب، وامام عاشور لما تعاقب خد استئناف وما لعبش؟ افهمك دي لائحه تفصيل عشان اتحاد الكوره او لجنه المسابقات او اللي غلط يداري بيها غلطه، مش متفصله لي. لان افهمك العدل والحق بيقول ايه؟ بيقول ان كهربا غلط النهارده. انا بقول لك هو كان اهلاوي، كهربا يتوقف ويتعاقب طبعا. ما اقبلش على اهل بيتي يسمعوا اوف احا كهربا ويقعد يعمل كده. بقول لك غلطان، دفعت عنه في الفيديو اللي قلت لك عليه كمشجع، لكن كواحد هنتكلم بالعدل وبما يرضي الله. كهربا لازم يتوقف، بس 4 ماتشات و50,000. شيكابالا باللي عمله ده خد 8 ماتشات ونزلوا 6 وخد 100,000 جنيه، فاكر؟ فالطبيعي لما كهربا يطلع يعمل كده ياخد 50، اقول لك ياخد اي حاجه ايا كانت العقوبه على اللوائح زي ما بتقول، تطبق عليه اللائحه، مش تديله 12 ماتش، دي مش موجوده في اللائحه، وفي نفس الوقت تعاقبه بعدها ب3 شهور لما انا اكسب الكاس ويبقى عندي ماتش مع الزمالك في السوبر. لا يا معلم، كهربا عمل الواقعه دي في ماتش الزمالك، بعدها على طول ب 24 ساعه يتعاقب. مش تفضل ساكت عليه لحد ما يجي لي ماتش مهم مع الزمالك وتقول لي مش هيلعب من الاخر. فالاهلي اللي قال لك هنسحب كان عنده حق يهددك من غير زعل. انت اللي ما عندكش حق تهدد، لان انت عايز ايه؟ تطبل وتعلق فشلك. مش انت كزملكاوي، الجعجع اللي عندك هو عايز يعلق فشله على ان المنظومه بتتحارب وان الزمالك مش شايف ونادي الدوله. نادي الدوله ايه؟ طب ما انت الطايره ما شاء الله. ما النهارده لو خدت الماتش الثاني، فاضل ما اعرفش قد ايه في الماتش الثاني، لو كسبته خدت الكاس وانت واخد الدوري، والسنه اللي فاتت واخد دوري وكاس. وبعدين السله انت تاريخك اعلى من تاريخي من ساعه ما حط ايده في السله هو وابنه، والدنيا الحمد لله بقت في كفتنا. اليد عندك مش تاريخك مش كامل اعلى، لكن انت الفترات الاخيره دي واخد بطولات اعلى مني بكتير، لان تاريخيا دي ليها حسبه ثانيه انا عارفها بس مش فاكر الارقام. لكن المهم انا بقالي 4 سنين ما باخدش تقريبا دوري وتقريبا ولا كاس. خدت كاس واحد بس على ما اعتقد. السنه دي اللي باخد منك دوري وكاس منك انت دايركت، عشان ابنه برضه حط ايده في العاب الصالات. هو طالع يدي حق لجمهور الزمالك ان لا يا باشا النادي الدوله بيتحارب. طب بتتحارب في القدم واليد ما بتتحاربش، والسله ما بتتحاربش، والطايره ما بتتحاربش؟ انت كل ده كنت بتكسب زمان. لما حطيت ايدك في الحاجات ديت الدنيا باظت معاك وقعت من الاخر، عشان شغلت دماغك في العاب الصالات وانت مش بتاع العاب لا صالات ولا قدم يعني من الاخر يعني. المهم ايه حلول مشاكل الرابطه او مشاكل الدوري؟ مفيش حاجه اسمها مؤجلات من الاخر يا معلم. انت عندك السيتي اهو دوري انجليزي 20 فرقه ومع ذلك بيتاجل لهم ماتشين. السيتي بيتاجل له ماتشين. بيلعب ايه بقى السيتي ده؟ دوري انجليزي وكاس الرابطه وكاس كاراباو، وبيلعب دوري ابطال اوروبا ليله، والسوبر عنده ليله كبيره. انت عندك الانديه الاثنين انديه تفصى بتدير غلط. ازاي افهمك؟ عايزين ياخدوا كل البطولات ب 11 14 لعيب. كل نادي عايز ياخد كل البطولات، انا ما عنديش مشاكل، لكن مش ب 14 لعيب. هم عايزين يلعبوا 11 لعيب اساسي
وثلاث لعيبه بره على الدكه اعتمد عليهم في التغييرات وبس. لكن انت يا باشا عايز تاخد كل البطولات واقعد اجل لك بالخمس والست ماتشات كل واحد فيكم، لا يا معلم. ما عندك قايمه فيها 23 فيها 25 فيها 30 فيها 100 لعيب، القايمه عدد اللعيبه اللي عندك بفرقه الشباب صعد منها بطوله زي كاس الرابطه تلعبها بالفريق الاساسي ليه؟ كاس مصر تلعب بيه الفريق الاساسي ليه اساسا؟ ما تدعم بس بيه الناس وركز في الدوري وافريقيا بالاساسيين وخلصت الموضوع سهل وبسيط. لكن هي الناس عندنا تقعد تشتري في صفقات ولاعيبه بملايين عشان خاطر تطلع ده وتطلع ده وتلم كل البطولات باقل مجهود. ده ما ينفعش يا معلم، مش هكدب عليك. القانون يتطبق على الكل، تعمل لائحه تطبق على الاهلي وعلى الزمالك وعلى التخين وعلى الرفيع. من الاخر مفيش حاجه اسمها اصل الفرقه دي كذا هو استثناء واحد لفرقتين، الاهلي والزمالك بيلعبوا بالليل ما بيلعبوش الصبح، عشان انت عارف احنا اكبر قاعده جماهيريه اهلي وزمالك. عشان لو انت بتنتمي لفريق تاني ده شيء ما يزعلكش. الطبيعي التسويق والماركتنج والكلام اللي انت فاهمه والاعلانات ده كله يبقى عايز الجماهير الاعلى هي اللي تتفرج. لكن تسوي مثلا بيراميدز وفيوتشر وانبي ببعضيهم، مش فيوتشر عشان بتاع وليد دعبس وشوبير والناس والرجاله حبايب اتحاد الكوره يلعبوا كل ماتشاتهم بالليل وبقيه الفرق تلعب الصبح. من الاخر ده اللي بكلمك فيه. لكن انت ما تطلعش تقعد تقول لي اصل انت بتتجامل، وانت اللي الحقيقه اللي بتتجامل. انا كمان بتجامل زيك، ما قلتلكش لا، بس مجاملاتي غير مجاملاتك. عايزين نعيش في وسط نضيف، ما حدش كل يوم يطلع على قناه تلفزيونيه يجيب سيره حد في نادي تاني وكل واحد يخليه في نفسه. المجلس الاعلى للاعلام يشوف الناس دي بتعمل ايه، اتحاد الكوره عندك يحط لائحه شهر 7 اللي جاي او 8 ما يكسرهاش حد. من الاخر دي اللائحه اللي هنمشي عليها، يعلنها قدام الجماهير كلها، عشان لما في جمهور يشوف مجلس ادارته بيحاول يكسر اللوائح الجمهور يقلب عليه. من الاخر ده اللي يحصل يا معلم. كله مش على اللوائح، التاجيلات ماتش ماتشين بالكتير 3 ماتشات لو انت هتيجي على نفسك. اكتر من كده مفيش حاجه اسمها تاجل. اتفرج على الدوري الانجليزي وتعلم منه. بس يا سيدي لحد كده كفايه، مش عايز اطول عليك، واشوفك في فيديو جديد. سلام.